مساء الفل. كل يومين 3 تجيلي حالة عبارة عن ان احنا بنوتة جميلة دخل حد اتكلم معاها على الماسنجر، سواء من الشغل، سواء من زمايل الكلية القدام، سواء من حد عرفته في فترة ما وظهر تاني، وبقى الحوار شغال في سكة ان احنا هنرتبط، بس هو مش هيرتبط، ان احنا نتكلم، طب نتعرف على بعض، طب اصل انا بشوف عروسه، طب اصل انا بدور على عروسه، ويبقى الكلام بيلمح من بعيد لبعيد انه داخل في سكه الجواز والارتباط. ولكن بعد فتره يبتدي يدي دبل كيك كده ويختفي خالص من حياتها، او يوقف كلام والاهتمام يفقد تماما بعد ما هي بنت احلام وقصور بقى من الرمل بقى وعلى السحاب ان احنا هنتجوز وان الراجل ده بيتكلم بجد. مهم جدا 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 نخلي بالنا يا بنات يا حلوين ان العلاقات العاطفيه الصبيان بيبصوا لها بطريقه والبنات بتبص بطريقه تانية خالص. البنات بتبص على سكه ان انا ارتبط واتجوز، والشباب معظمهم ما بيتجوزوش، بيتسلى وبيتدلع وبيدي دبل مسج ورسائل مبهمه علشان خاطر يصطاد السمكه اللي قدامه او يصطاد الغزاله اللي قدامه وبس. ومجرد ما بيصطادها ويبتدي يعني جيت تو نو يو يتعرف وبتاع هيمشي. ليه؟ لان هو ما عندوش تارجت ابعد من كده. انت هتشوفي انه مشي لان انا يمكن كنت وحشه في التعارف، لان انا قصرت. وتراجعي كل المحادثات اللي ما بينكم على الابلكيشنز، وتراجعي المحادثات في دماغك وتعيدي وتزيدي وتسالي صحباتك وتسالي اهلك، طب انا قصرت في ايه؟ طب الغلطه فين؟ طب هو مشي ليه؟ لا، هو انت ما قصرتيش، هو مشي لان هو اصلا ما جاش. هو كان بيعمل هدف واحد، مش انه يتجوز. هو جاي بيدي دبل مسجز وعارف ان السكه بتاعه الجواز والتلميحات دي بتشد، وهو ده الطعم اللي ما بيخيبش مع البنات. فهو هيلمح بس ما اداش وعود صريحه، وما دخلش في سكه ان احنا يلا نتجوز. هو لمح انه عايز يتجوز وانه عايش وحيد وانه زهق من الوحده، بس ما قالش انا هتجوز، وما قالش هتجوزك، وما قالش انا بحبك وعايزه اتقدم لك، وما قالش عايز نمره بابا، وما قالش حاجه من الحاجات دي. بس ادانا رساله يا دكتور وقال انا عايزه مش هتجوز واحده لما اتعرف عليها، فانا اتعرفت عليه يمكن يتجوزني. لا، مش هيتجوزك. وهو التارجت بتاعه كان هنا وخلاص كده، انه يصطادك، وهو اصطادك وفقد الشغف، لان هو ده اخره، هو ده التارجت. مش عشان انت وحشه هو مشي. انا عندي حالات بشوفها بذل مجهود لدرجه ان هو بقى بيتكلم معاها في ابعتيلي صوره ايدك، ايه ده ايدك حلوه قوي، دي الدبله هتليق عليها، وبعدين ما ظهرش تاني ولا شافته في حياتها. فلازم نبقى متفقين، واختفى فجأة. لازم نبقى متفقين يا جماعة ان في الاصطياد بتبقى كل الاسلحة متاحة، وبيودي وعود لانه عارف ان ده الطعم اللي ما بيخيبش. فيا ريت يا ريت نبقى واعيين وما نقعدش نبني قصور على الرمل، وما نفتحش سكاكنا وما نفتحش حدودنا. لان اول صباح الخير، طب سلام عليكم، ازيك النهارده، عامله ايه، غديتي ولا لا، روحتي ولا لا، والاهتمام اللي احنا كلنا محتاجينه ومفتقدينه. فنبتدي نحس ان الاخر ده داخل على سكه حقيقيه، وطبعا هو بيلعب وماشي مش هيكمل لانه مش جدي. فاحنا هنا ضروري نخلي بالنا، ما نبنيش قصور يا جماعه، ما نفتحش حدودنا على البحر اللي عايز يخبط اول ما حد يخبط تقول له افتح، كلهم قاعدين جوه، ادخل مع اصحابك ميس ماي لايف وبوظ حياتي. ولكن دايما حطوا حدودكم عشان تحموا نفسكم، لان مشاعركم بتتدمر وبتتاثر وبننهار، وبنبقى بنينا قصور واتدمرت فوق دماغنا، وبنبقى في انهيارات وحالات من العياط واللخبطه في المشاعر وفي الافكار. حافظوا على مشاعركم واحموها. ده مش معناه ابدا ان احنا عمرنا ما هنتجوز، ولكن ده معناه ان الواقعي واللي بيتكلم بجد واللي عايز يتجوز بجد هيجي على البيت، مش هيجي على الواتساب والماسنجر ويقعد يتسلى كل يوم بصباح الخير ومع السلامه لغايه ما يعلقني بالاهتمام وبعدين يسحبه تدريجي، فابتدي انا ادور وراه، فابتدي هو يدي شويه ويختفي شويه وابقى انا على مزاجه، وبعدين يختفي خالص من حياتي وما اشوفوش تاني. حافظوا على مشاعركم واحموها، عشان المشاعر دي لا تقدر بثمن. دمتم بصحه وسعاده.